الفرقه كلها مش ب 160 مليون يا عم الحلو. لا وانا هلاعب لعيبه عشان يا عم طبعا. انا جايبه ينقذني. انا جايبه ب 160 عشان الازمات دي يفكها لي. امال انا جايبه ب 160 مليون جنيه ليه؟ عشان الازمات دي وصلت 160 دي يا كابتن يعني. وغلاوتك هو هيضحي ب 80 مليون الا لما ياخد الضعف، ده اقل حاجه والله اعلم. والله في ناس بتضحي عشان تروح الاهلي. ايه؟ والله كان رامي ربيعه ضحى. كان اكرم توفيق ضحى. كان حمزه علاء اللي لسه ناشئ كان ضحى. مش ده نادي الاهلي؟ وبتقول لي كاس العالم ورايحين كاس عالم. تمام. طب ضحوا ليه بكاس العالم بقى؟ عشان ودول بقى اولاد النادي الاهلي. رامي يعني عمل حسابه ان هو هيلعب مع العين. سيبك من الكلام ده، حتى لو ما لعبش مع العين ده لو لعب مع البق برضه الفلوس. وفي الاخر حمزه ما بيلعبش واكرم ما كانش هيلعب. بص ماليش دعوه. سابوكوا دول ولادكم، سابوكوا ليه؟ يبقى اذا عشان الفلوس. فانت ما بصيتش للناس دي، فانت عايز تجيب زيزو عشان بس ان انا اقدر اطلع لساني لجماهير الزمالك اهو. لا ما تتحسبش كده. والله العظيم محسوبه كده. الاهلي اداره كبيره. والله العظيم اداره كبيره. ما تجيبوش لان هتبوظ اوضه اللبس زي ما اوضه اللبس بايظه. هو انتوا عايزين تجددوا مع امام عاشور وهو مش راضي ليه؟ مين اللي مش راضي؟ قريب جدا هتسمع خبر. ايوه هيبقى ياخد زي زيزو ومدد. لا لما هيتساوى بزيزو خلاص هيجدد. انما لو اقل جنيه من زيزو مش هيجدد. واخد لان بيمتلك عروض على حسب ما سمعنا. واخد بال حضرتك؟ الكلام بيبقى موجود. لا مش كلام.